نجمع أجزاء الصورة من جديد ثم نضعها في الواجهة. برنامج تحقيقي من إنتاج الجزيرة. هذه هي ربيعة قادر التي كانت في وقت من الأوقات أغنى امرأة في الصين، والتي رشحت مرتين لجائزة نوبل، وهي تعتقد أن شخصا ما يسعى لقتلها. سيارة شحن صغيرة تضرب سيارة ربيعة مرتين. أضاءت إشارة المرور الحمراء فتوقفت، خرج وارتطم بالسيارة ثم رجع وارتطم بها مرة أخرى. تقول ربيعة إن تلك كانت محاولة اغتيال، وإن الصين تمارس عليها الإرهاب مرة أخرى كي تتخلى عن قضيتها. تسعى الصين إلى القضاء على الشعب في مهدي وقتله قبل أن يصل صوته إلى العالم. الحملة التي تقوم بها ربيعة قادر في شوارع واشنطن حاليا ضد الصين كانت قد بدأت قبل 60 سنة في صحارى غربي الصين، وفي عام 49 و900 وألف. وقبل ضم التبت البوذية، ضم الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية المسلمة موطن ربيعة، فرد شعب الإيغور بالمقاومة. وللإبقاء على الاستقرار في هذا الإقليم تحكمه الصين بقبضة من حديد، مما أدى إلى اعتقالات واسعة النطاق وإعدامات علنية. لكن الصين بقمعها للإيغور أثارت دون قصد أعلى صوت عصيان إيغوري. والآن بعدما هربت ربيعة إلى الولايات المتحدة أصبحت كابوسا ينتاب الصين، لكن أبناء ربيعة دفعوا ثمنا باهظا بسبب إبلاغها العالم بما شاهدت. السؤال الذي يجب على ربيعة أن تسأله لنفسها هو: متى يكون شعبك أهم من عائلتك؟ كغيرها من الزعماء الوطنيين يبدأ يوم العمل عند ربيعة قبل الإفطار بفترة طويلة. تعقد صباح اليوم اجتماعا مع أوثق مستشارين لديها، وهما عمر كانات وزوجها صديق روضي. قالوا إن الحكومة الصينية أدركت فعلا مدى الخطر الذي ستواجهه إذا حصلت ربيعة قادر على جائزة نوبل للسلام، لذا تريد الحكومة الصينية الحيلولة دون حصول ربيعة قادر على جائزة نوبل للسلام. تزودني بأفكار عظيمة وأستعمل بعض كلماتك عندما أجري مقابلة. على مدى 7 أيام في الأسبوع تقطع ربيعة المسافة القصيرة من منزلها إلى مكتبها في وسط مدينة واشنطن ضمن عمارة مجاورة للبيت الأبيض. ربيعة هي رئيسة للجمعية الأمريكية الإيغورية. هنا تدير حملة توعية عالمية تفضح سوء معاملة الصين للإيغور. بالنسبة للمنفيين الإيغور فإن موطن ربيعة يسمى تركستان الشرقية، وهو اسم محرم في غربي الصين، حيث يسمي الصينيون تلك البلاد شينجيانغ أي الأرض الجديدة. عندما أقول للناس أنني إيغورية يسألونني عن موقع بلادي، وعندما أحدده لهم يقولون: أنت إذا صينية؟ فأقول: لا، لست كذلك. أنا أتحدث بالنيابة عن ربيعة قادر. لقد اطلعنا للتو على مقالتك في صحيفة وول ستريت جورنال. أنت
كنت تقول إن 10 ملايين إيغوري قد عانوا، بينما دأبت هي على القول إن عدد من عانوا هو 20 مليونا. أولا تقول إن بلادي هي شينجيانغ وهي تقع في غربي الصين. لماذا تقتبس ما يقوله لنا المسؤولون الصينيون؟ كزعيمة إيغورية فلن أستعمل هذه العبارة في مقالة. لو كنت مكانك لما نشرت مقالة بشعة كهذه فيها إهانة لشعب الإيغور. إنها عاطفية جدا وهي تحب شعبها وتريد إنجاز كل شيء الآن. اسمعي، القانون يخدمك في أمريكا، لا تقلقي عليهم بل اهتمي بنفسك. هي تعمل حوالي 10 ساعات يوميا وأنت تشعر بذنب لأنك لا تعمل سوى 8 ساعات. باعتبارها أنجح من عمل في التجارة من شعبها، فإن ربيعة هي زعيمة في عالم من الرجال. قل إن حل مشكلة تركستان الشرقية هو حل لآسيا الوسطى. ألم تتحدث عن أهمية الإيغور وتركستان الشرقية؟ لقد فعلنا ذلك، قلت تلك الأشياء. على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المكتب تدير راي ابنة ربيعة متجرا لمستلزمات الولادة، ومنذ أن اغتنمت راي الفرصة لمغادرة الصين قبل أكثر من 10 سنوات لا تزال تقيم في الولايات المتحدة. مرحبا، من؟ أمي؟ لما لا تأتون جميعا إلى منزلي؟ لا يبعد سوى مسيرة ساعة، أليس كذلك؟ تعالوا حالا إلى منزلي. إذن سأخذك من منزلك. نعم، إلى اللقاء. ستقيم غدا حفلة في شقتها الصغيرة ل50 شخصا. كيف ستتسع لهم؟ قلت تعالوا إلى منزلي، سأقيم الحفلة عندي. فسألت هل لديك كذا؟ هل لديك كذا؟ إنها تتحدث عن السياسة، كلام فارغ. أقول لك أكره ذلك، لا أريد أن أسمع شيئا عن ذلك. إليار، تعال هنا. لا أعرف ما الذي تفعله، إنها تسعى لمساعدة الناس في الوطن، لكني أريد أن أعيش حياة عادية. هل أنجزت كل واجبك المنزلي؟ ابقى مع أمي بعدما أذهب. هل أنت متعب يا إليار؟ اذهب إلى الفراش، لديك مدرسة غدا. ليس لدي اعتراض على الشهرة، لكنها تصبح مزعجة بعد مدة، لأن الناس يبدأون في توجيه أسئلة عن حياتك الشخصية. وبالنسبة لجدتي على سبيل المثال، فإنهم يواصلون التجمع حولها، وأنا أكره الازدحام. إليار، هل لك أن تحضر لي غطاء من الغرفة الأخرى؟ إنها تشعر بالبرد. أنا من التاي في شمال إقليم تركستان الشرقية. في الصيف كنا نسبح في الأنهار ونركب الخيل ونقطف الأزهار من الجبال، وكانت نداءات الطيور تعزف موسيقى عذبة. كانت البيئة جميلة في ذلك الوقت. عندما استولت الصين الشيوعية على تركستان الشرقية عام 49 و900 وألف، وعدت الإيغور بحكم ذاتي، كما قطعت للتبتيين وعدا مماثلا. ورث الشيوعيون الصينيون هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف عن أسرة تشين، وشعروا بضرورة تأمين تلك المنطقة لمنع الأجانب من الاستيلاء عليها.
عندما وصل جيش التحرير الشيوعي لعب لعبة ذكية حقا، فقد اختار أشخاصا معينين وجعلهم أمام الجمهور كي يصفقوا لوصول الجيش الصيني. أبدى الشيوعيون أولا ودا أخويا وتجاوبا وتضامنا لمساعدة الإيغور على تطوير مناطقهم وتنميتها. في البداية راح الجنود ينظفون كل الأمكنة، وكانوا يساعدون المسنين في نقل الماء، كما كانوا